فيلم النهارده جامد وهيعجبك، فيلم الحركه والاثاره والكوميديا والرومانسيه واكشن ومغامرات ودراما وتشويق وغموض ومتعه وحماس، يعني كله مع بعضه. فاسمع وركز ويلا نبدا الفيلم. معانا هنا جين وجون اللي بيكونوا متجوزين من بتاع 5-6 سنين كده، والراجل اللي بيعمل معاهم الانترفيو سالهم قيموا مدى سعادتكم الزوجيه من 1 ل10، فبيقيموا يقولوا 8 من 10 كده. فبيسالهم امتى اتقابلتوا اول مره، بيقولوا له في كولومبيا من 5 أو 6 سنين كده برضه. فبنشوف هنا الأحداث من 5 أو 6 سنين فاتوا لما بيكون جون موجود في المكان ده وبيرفع كاس، فبيسأل الراجل ده بيقول له بقول لك إيه، هو إيه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ فبيقول له والله مش عارف، هو بيتكلم كولومبي اللي هي الأسباني يعني. فالمهم بيجي الظابط ده بيسأله أنت لوحدك أستاذ؟ بيقول له ها؟ بيقول له بقول لك أنت لوحدك أستاذ؟ ففي الوقت ده بتدخل جين، فبيجي الظابط بيسألها أنت لوحدك يا أستاذة؟ فلما بتشوف جون بتقول له لا، فبيتدخل جون وبيقول لا 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 دي معايا، وبياخدها من وسطهم وبيدخلوا الاوضه دي. فبتقول له اهلا انا جين، وبيقول لها وانا جون، وبيسلم عليها وبيفضل ماسك ايديها فبتضحك. وبالليل بيروحوا المكان ده وبيرفعوا كاسين وبيقوموا يرقصوا مع بعض، وبعدها بيقضوا ليله. تقول لي بالسرعه دي؟ اقول لك بالسرعه دي، هم عندهم كده بقى، او المخرج اللي عايز كده، هو مالناش دعوه بقى. فالمهم بتصحى الصبح ما بتلاقوش جنبها، وبيكون جايب لها كاسين، مش كاسين بقى، كوبايتين لبن، احنا لسه على الصبح. وبعد كده بيطلعوا سوا وبيروحوا عشان يلعبوا نشان، وجين بتجرب في الاول وبتضرب في الفاضي وما بتسيبش ولا هدف. فجون بيقول لها دوري، وبيسيب كل الاهداف وبيرسم نفسه قدامها وبيكسب الدبدوب ده ولا الكلب مش عارف. فجين بتقول له عايز اجرب تاني، بيقول لها نجرب تاني وماله. ففي المره دي بتسيب كل الاهداف وبتقول له ها يلا بقى. فجين بيكون مستغرب وبيقول لها انت اتعلمت نشان فين؟ فبتقول له والله بقى حظ مش اكتر. وبعدين جون بيكون في المكان ده بيلعب مصارعه وبيكلم صاحبه انا، فبيقول له يعني انت لسه عارفها ما بقالكش كام اسبوع؟ بتقول له عايز اتجوزها. يا عم ده انا ما اتجوزتش البومه اللي في البيت دي غير بعد 2.5 سنين تعارف وما كفوش برضه، واديك شايفه اهو كل يوم نكد وقرف. وبتكون جين بتتسلق الجبل ده هي واللي معاه، بتقول لها وده يحصل بسرعه كده؟ فبتقول لها ما انت عارفه انا ما بعملش اي حاجه غير لما بفكر فيها كويس. فبتقول لها شغال ايه ده، ولا بيعمل ايه في حياته، ولا يعني؟ قالت لها شغال مقاول كبير. فصاحب جون بيقول له يا عم خليك بتاع 6 شهور كده على ما تتعرفوا على بعض كويس، بقول لك ايه طلبت منها الجواز. وبعد ما بيتجوزوا بيكونوا عايشين حياه مهببه على دماغهم، وكل واحد فيهم مشغول في الشغل بتاعه ومحدش فيهم فايق للتاني. فبيبقوا رايحين كل واحد على شغلهم الصبح، وجين بتقول لجون العشاء الساعه 7 ها؟ بيقول لها تمام، وكل واحد بيركب عربيته وبيروح على الشغل الخاص بيه. وبيكون الواد السئيل ده موجود وبيقول اي حد هيتصل عليا انا مع الريس، اعمل لنا بنت قهوه بنت سكر زياده. فالست دي بتقول له هو انت رايح بقى فين سعادتك؟ بيقول لها ايه رايح للريس عايز يشوفني. بتقول له عايز اشوفك ليه؟ كنت وحش ولا حاجه، ولا عايز اشوفك عشان جمال عيونك مثلا؟ عامه هو شافك في الكاميرا طبعا. بتقول له خد ده. بيقول لها دي المهمه؟ بتقول له ويلا بقى اخلع من قدامي. وبيكون الريس شايفه في الكاميرات. وبالليل بتكون جين بتحضر العشاء، وفي الوقت ده بيكون الاستاذ شرف، واول لما بيوصل بيلبس الدبله بس بتكون في نقطه دم على القميص. واول لما بيدخل بتقول له شرفت يا بيه. بيقول لها وانت من اهله؟ بتقول له ايه اخبار الشغل؟ بس من الحق مش جبت ستاير جديده؟ بيقول لها صحيح. بتقول له ايوه تعالى شوف ايه رايك بقى، كان في عركة على الستاير دي، الراجل حط ايده عليها الاول بس انا اللي خدتها في الاخر، ايه رأيك بقى؟ هي خضرة شوية وتبقى حلوة لو غيرنا السجاد بالمرة. بيقول لها اشوف كده، ايه القرف ده، القديمة كانت احسن. تقول له قرف لما يبقى يقرفك. بيقول لها مش عاجبني. فراحت قايله له هتتعود عليها يا حبيبي. فبيقعدوا عشان يتعشوا. بيقول لها كويس قوي ده، انت عملت حاجة جديدة ولا ايه؟ بتقول له بسلة. بيقول لها بسلة؟ بسلة خضرة، طب ممكن يا حبيبتي تناوليني الملح؟ بتقول له موجود عندك في نص الترابيزة اهو. بيقول لها بتقول له موجود عندك في نص الترابيزة اهو، بيني وبينك مش بعيد عنك ولا عني يعني. وبعدها بلاحظها وهي بتتكلم في التليفون وبتقوم تلبس وهو كمان بيقوم يجهز. وبيقول لها انت خارجه ولا ايه؟ فبتقول له ايوه في كام عطل كده عند كام زبون في الشبكه، هطلعهم على السريع واجي. فبيقول لها طب ما تتاخريش عشان وعدنا جارنا ان احنا نروح له. بتقول له ما تقلقش مسافه السكه وهاجي على طول. فبيكون جون رايح على المكان ده وبيرفع الازازه دي، وبتكون جين وصلت المكان ده وجون برضه وصل المكان ده. فجين بتدخل الأوضة دي وبتقول للي معاها بالسلامة انت بقى. وبيكون جون دخل البار على الرجالة اللي قاعدة تلعب قمار دي، وأول لما بيدخل عليهم واحد منهم بيقول ايه ده في ايه؟ بيقول لهم محشي وبانيه. فبيقولوا انت مين يا عم انت وجاي هنا عايز ايه؟ ده جون يا حبيبي في ايه؟ هيكون جاي يعمل ايه يعني؟ جاي يشرب ازازتين ويمشي. فالمهم بيقول لهم ايه ده انتوا بتلعبوا قمار؟ فده بيقول له مالكش دعوه، ولا روح شوف انت رايح فين ولا هتيجي منين. فبيقول له ما تخلكش غشيم، ده انا بس هقعد. بقول لك ايه؟ فراح قال ده انت هتتهور ولا ايه؟ وبيطلع قرشين وبيقول لهم شايفين انا هقعد هنا يا رجاله عن اذنكم،
فبيقولوا له والله ده كرسي لاكي. بيقول لهم لاكي مين؟ هو فين لاكي ده؟ انا مش شايفه، اصل انا بعيد عنك شارب لما عميان. وفي الوقت ده الواد بيدخل وبيلاقي جين مستنياه، فبيقول لها وفعلا بتقلع البالتو ده وبتفك الدبوس ده من شعرها. وفي الوقت ده الرجاله بتبقى خدت على بعضها وقاعدين يضحكوا ويهزروا مع بعضهم وبيقعدوا يرفعوا كام كاس. وفي الوقت ده بيكون اللي اسمه لاكي داخل عليهم وبيقول لهم هو ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل هنا؟ راحوا قالوا له معلش والله لاكي انت اللي جيت متاخر. فجون بيقول له انت لاكي؟ بيقول له قال له بتهزر. فبيقول له انت جاي هنا بتدور على شغل هنا يا حبيبي ولا ايه؟ فبيقول له انت الشغل. وهوب بينشر سيستين في صدره وبيقوم بيخلص على الرجاله اللي قاعده. وبتكون جين مكتفه الولا وعماله تكربك فيه وبتقول له انت ولد وحش والولاد الوحشين لازم يتعاقبوا. فبيقول لها زي الخروف ايوه عاقبيني كمان. فبتقول له انت بعت كام حته سلاح للاشرار. وهوب بتجيب رقبته الناحيه التانيه. فالخرفان بتوعه بيسمعوا الصوت والبقف ده بيخبط عليه وبيقول له مستر راسين انت كويس؟ وبيحاول يفتح الباب فبيلاقيه مرمي على الارض زي الذبيحه. فبيكسع الباب وبيدخل وبتقوم جين فكه دراع الشنطه وبتعلقها هنا وبتنط لتحت وبتقول تاكسي بينا على البيت. فبتوصل البيت وبتروح جري عشان تغير هدومها. وبيكون جون برضه وصل البيت وبتحاول تغير هدومها بسرعه قبل ما يشوفها. وبعدها الاتنين بيروحوا الحفله بتاعه الجيران وصاحبه ده بيقول له تعال جون خد سيجاره. فبيقول له لا ما بدخنش. فالبنت دي بتقول لجين تحب اجيب لك حاجه تشربيها؟ بتقول لها يا ريت هاتي شمبانيا. فجين بتبقى مش مرتاحه وقاعده مش على بعضها وسط الستات لانهم عمالين يتكلموا في مشاكل زي الطبيخ وفي مشاكل البيت ومع العيال والكلام ده. فبتبقى قاعده مش مرتاحه ومش على بعضها. فالست دي بتقوم مش عارف عشان تعمل ايه. فبتقول لجين معلش ممكن تاخديه مني على ما اعرفش اروح اعمل ايه كده. فبتقول لها لا مش هعرف عشان بتقول لها خدي بس. فبتقول لا والله مش هعرف ومش شين وثلاثه. فبتقول لها خدها بنت اما اشوف المخرج عايز ايه. فبتقول لها ماشي وبتاخد الطفل منها وبتبقى مصدومه انها الظاهر كده اول مره تشيل طفل او اول مره تتعامل مع اطفال. وفي الوقت ده جون بيعدي ويشوفها مش عارف ايه الغرض من ده بس المخرج اللي عايز كده. وتاني يوم جون بينزل مخزن الاسلحه بتاعه ياخد له مسدسين على قرشين على قنبلتين. وفي نفس الوقت جين بتصحى من النوم بتفتح مخزن الاسلحه بتاعها واللي بيكون موجود في الفرن بتاع المطبخ وبتسحب منه سكينه وفرد. بعد كده بيكون جون وصل شركته وبياخد الملف من الست دي اللي بتقول له طف اللي بنا موزع على الصبح. فبيقول لها طب هاتي منديل. فبيكون رايح على مكتبه في الوادي البارد ده بيطلع له وبيقعد يتبرد عليه في الكلام. فبيكروته وبيدخل مكتبه وبيقول له اطلع من دماغي بقى. فبيفتح الكمبيوتر عشان يعرف مهمته الجايه واللي بتكون واحد اسمه بنجامين دانز والملقب باسم الدبابه. وبتكون جين وصلت الشركه بتاعتها وجهاز الامن بيتعرف عليها وبتستلم مهمتها اللي بتكون برضه بنجامين دانز الملقب باسم الدبابه. وبتدخل شركتها اللي بتكون كلها نسوان وبتعرف ان بنجامين هيتم نقله من خلال الحدود واللي هيكونوا مستنيينه هناك. وهقول لك مين بنجامين ده دلوقتي. فالمهم بتكون العربيات ماشيه من على طريق الحدود اللي مأمنه اللي اسمه بنجامين. وادي بنجامين اللي بيكون مين بقى؟ اللي بيكون كان دخل للرئيس وبيقول انا دخل للرئيس واي حد يعوزني انا مع الرئيس والرئيس عايز يشوفني وما اعرفش ايه. واللي بيكون استلم المهمه بتاعته من الست دي. وانت هتعرف كل حاجه دلوقتي فخليك مستمع ومركز وشوف ترتيب الاحداث. طيب هتقول لي هما بينقولوا ليه وبينقولوا فين؟ هي حاجه زي من سجن لسجن كده بس سجن مشدد الحراسه شويه. ففي الوقت ده بتكون جين واقفه على البرج ده مستنياه واللي بتكون جاهزه ومجهزه كل حاجه وبتكون محاوطه المكان اللي هتصطادوا فيه بالمتفجرات. وفي الوقت ده بيكون جين وصل للمكان المطلوب وجايب المخروبه بتاعته وعمال يخمس بيها ومشغل مهرجانات. فجين بتاخد بالها وبتبص تشوف مين ده لا ما تخافش ما كشفتوش دلوقتي. وعلى الجنب التاني بيكون بنجامين خلاص على وصول. فبيقولوا لجين على جون يعني هو ده تهديد ولا ايه؟ بتقول لهم ده مدني غبي في المكان وشكله كده هيخرب علينا. وبيكون جون ركن المخروبه بتاعته ونزل عشان يفك ميه. فبتقول اما انت مدني غبي صحيح. وبعدها بيطلع الحته التقيله دي من المخروبه بتاعته. فجين بترصد السلاح معاه وبتقول ده ما طلعش مدني وطلع تهديد وعايز يخرب علينا. فبتطلع السلاح وبتديله واحده في صدره وبيرقد مكانه. فبيقوم جون ماسك الحته التقيله وضارب على البرج والمنطقه اللي كانت جين محوطاها بالمتفجرات بتنفجر. وبنجامين عرف ينجو منها وللاسف الاثنين بيكونوا خربوا على بعض. وجين بتهرب على الموتوسيكل وجون بيخرج الطلقه من صدره عادي لانه لابس واقي ضد الرصاص. فهو ماشي بياخد الجهاز ده معاه على امل انه يعرف مين اللي كان ورا كل ده. وبتكون جين في شركتها عماله تسب وتلعن وبتقول هاتوا لي الشريط بتاع الفيديو ده لازم اعرف مين ابن الملعون اللي كان موجود في المكان ده. فواحده من اعوانها بتقول لها جين. فبتقول لها عايزه ايه؟ بتقول لها البيج بوس. فالبيج بوس بيقول لها انت عارفه يا جين ما ينفعش نسيب اثر ورانا. فبتقول له كان في منافس تاني يا فندم. بيقول لها بقول لك ايه لو المنافس ده كان اتعرف عليكي انت عارفه كويس كان ايه اللي هيحصل.
معاكي 48 ساعه عشان تخفي اي اثر ليكي وتنضفي المكان. بتقول له علم يا فندم. وبيكون جون عند جوين عشان يصلح الجهاز او اللابتوب اللي لقاه في المنطقه، فبتقول له ايه ده انت ولعت فيه ولا ايه؟ ما تجيب لك واحد جديد وخلاص. فبيقول لها اشتغلي وانت ساكته. فالمهم انها بتحاول تصلح فيه لحد ما بتفتحه وبتطلع منه عنوان المكان اللي الجهاز ده كان فيه. فجون بيوصل المكان ده وبيلاقي اسم مراته في المكان، جين سميث، وبيكون خلاص كشفها. وجين بتحاول تجيب في الشخص اللي كان واقف ده يمين وشمال جايز تعرف له ملامح، فبتقعد تدقق لحد ما بتعرف ان ده جوزها من الحركه اللي عملها برجليه دي. وكده بيكونوا الاتنين كشفوا بعض. ولا كمان في نفس الوقت ده بيكون جون رن على التليفون وبيسأل على العشاء، فجين قالت للبنت اللي ردت عليه قولوا له انه الساعه 7. وبالليل جون بيوصل البيت وبيكون باين على الارتباك، ومره واحده بيلاقيها في وشه وبتقول له جيت في وقتك، وبتديله مشروب. فبيدلقوا على الزرعه دي عشان خايف يكون في سم ولا حاجه، وهي بتاخد عادي الزيتونه اللي في الكوبايه بتاكلها عادي. فبيخبي السكينه دي عشان يتجنب اي حركه غدر كده ولا كده. فبتجيب السكينه دي عشان تقطع اللحمه، بس بيقوم بياخدها منها وبيقول لها عنك يا حبيبتي. فبتطلع سكينه ثانيه عشان تقطع العيش، فبيرتبك وبيسالها عن الشغل. فبتقول له في الحقيقه واجهنا مشكله صغيره كده مع شركه تانية. بتقول له ها تاخد فاصوليا خضراء؟ بيقول لها لا شكرا. فبتحط له وبيبداوا ياكلوا. فبيقول لها حبيبتي ممكن تناوليني الملح؟ ها ها ها. واللي بتكون سايباه قدامه المره دي. وطول ما هم قاعدين بياكلوا النظرات بينهم بتبقى شغاله. فبيقوم جون عشان يصب كاس وبيتعمد يوقع ازازه من ايده. فمره واحده جين بتمسكها بكل سلاسه، فبترجع تسيبها وبتدلق على الارض. فبيقوموا هما الاثنين جري. جون بيروح يجيب سلاح وجين بتهرب بالعربيه، وهي في الطريق بتقول ازاي انا اتغبت كده. فجون وهو بيجري عشان يحصلها فبيتعركل في السور ده بالغلط وبيضرب رصاصه طايشه بتيجي في ازاز العربيه بالغلط. فجين بتنصدم. فبيطلع يقول لها غصب عني والله يا حبيبتي دي كانت حاسه. فبتجري عليه بتدوسه بالعربيه، بس بيطلع على السقف وبيحاول يوقفها وبيقول لها وقفي يا مجنونه ما تزعلنيش منك وما تخليناش ننام النهارده زعلانين من بعض. فما بتسمعلوش، فبيكسر الازاز الخلفي وبيدخل العربيه. فبتقوم راميه نفسها من العربيه وسايباه يولع هو. فبيروح في نص الليل لصاحبه بيقول له ايه ده يا عم مالك ايه اللي حصل لك؟ فبيقول له مراتي. وصاحبه جين اللي بتكون جين راحت لها بتقول لها نعم جوزك هو اللي ضرب على البرج؟ بتقول لها حقيقي. فقالت لها طيب وانت بتحبيه؟ فبتقول لها لا. قالت لها يبقى هتقتليه؟ قالت لها هيحصل. وتاني يوم جين بتروح مع البنات بتوعها بيفتشوا البيت، وبتطلع فوق بتلاقي البنات فاتحه فيديو الفرح بتاعهم وبتتفرج عليه. فبتقول لهم انتوا بترزقوا ايه؟ بيقولوا لها جرى ايه يا جين ما تبقيش غشيمه امال عادي يعني بتتفرج على فيديو فرحكم يعني. فبتقول لهم طب اطلعوا بره. وبعد كام ساعه جين بيدخل البيت مع جاره وبيبداوا في التفتيش، وبيروح جون لمخزن الاسلحه بتاعه وبيكتشف ان جين مقلباه. فبيوصل لها شركتها وبتكتشفوا انه موجود. فجين بتكلمه وتقول له جرى ايه يا حبيبي جيت هنا برجلك مش عارف ان انا في مكتبه مشغوله ولا ايه؟ فبيقول لها بس انت لسه جين سميث يعني لسه على ذمتي وممكن في اي وقت اضغط على الزرار ده. فبتقول له انت فاكرني اخاف واستسلم ولا ايه؟ فبيقول لها ها هيحصل. وفي الوقت ده بيكون خلاص اخترق الاجهزه بتاعتهم وهم خلاص ما عادش في ايديهم حاجه يعملوها. فبيدخلوا المكان في اسرع وقت وهو بيكون خلاص على وصول. فالبنات بتبدا تهرب من المبنى ده للمبنى الثاني، وبتكون جين خلاص هتنط وتهرب، بس بيكون جين خلاص وصل لها وبيرفع عليها السلاح، بس بتهرب عادي يعني مفيش مشكله، وصل زي ما وصل. وبعدين جين بيقعد يدعبس في الورق المحروق اللي جابه معاه وهو راجع، وبيقول لصاحبه بص يا اسطى لقيتها. وبعدها بيوصل المكان ده على اساس انه مهندس وبيركب الاسانسير، بيلاقيه وقف بيه مره واحده وبيسمع صوت بيقول احنا الامن حضرتك في مشكله في الاسانسير بتاعك. فبيقول له خد وقتك انا مرتاح كده. فبيرد عليه يقول له حقيقي مرتاح كده؟ فبيقول لها جين هو ده انت يا حبيبتي؟ فبتقول له احذرك التحذير الاول والاخير يا جون اطلع بره المدينه. فبيقول لها مش هيحصل الكلام ده وانت عارفه. فبتقول له انت حالا محبوس في صندوق متعلق على ارتفاع 70 دور وتحتك فاضي. بيقول لها يعني انت نصبالي الفخ بس مش هيحصل الكلام ده برضه. فبتقول له انت ما عندكش اي فكره انا اقدر اعمل ايه؟ فبيقول لها وانت برضه ما عندكيش فكره عني. فقالت له انا حاطه متفجرات على كابلات الاسانسير. فقال لها خلاص انا مستسلم فجري. بتقول له نعم. بيقول لها زي ما سمعتي فجري. بتقول له انت فاكرني مش هقدر ولا ايه؟ فبيقول لها ايوه مش هتقدر. فبتقول له ماشي 5 4 عندك كلمه اخيره؟ قال لها ستير مش عجباني. قالت له باي يا جون. وهوب بيفجروا الاسانسير. فراحت قالت هو ايه اللي حصل ده؟ ردت عليها البنت اللي معاها قالت لها ايه ما انت اللي قلت باي. وفي الوقت ده بنلاقي جون طالع من اسانسير تاني وبيكون ما ماتش، وبيقوم يفصل الكاميرات عشان محدش يلاحظ حاجه. وبالليل بتكون جين في المطعم ده بتشرب كاس وعينيها بتدمع على جون. وفي الوقت ده بيظهر من وراها وبيعبي لها الكاس وقال لها مدام انا قررت اطلقك. فبتقول له حلو قوي ده ويا ريت يكون بسرعه. فبيقعد معاه وبتكون مخبيه فرد. فالوتر بيحضر وبيقول له اجيب لك شمبانيا يا فندم؟ بيقول له لا الشمبانيا للاحتفالات، هات اي هباب تاني بس يكون من اللي بيلسع في النافوخ. فجين بتقول له انت عايز ايه جون؟ بيقول لها ما ينفعش نضرب نار هنا.
قوم ارقصي معايا. وهما بيرقصوا بيفضل كل واحد فيهم يخرج اي سلاح بيبقى موجود مع التاني، وجين بتسيبه في نص الرقصه وبتطلع على فوق بتعمل انفجار والناس بتبدا تجري شمال ويمين. وفي اللحظه دي بيشوفها وبيحاول يلحقها، بس لما بيطلع بره بتكون اختفت. والراجل ده بيقول له الحق يا عم انت ازاي بتدق كده؟ فبيقلع الجاكيت بسرعه وبيحطه في علبه البريد دي وبيقول للكل ارجعوا. وبتكون دي قنبله جين كانت سايباها له في الجاكيت وبتنفجر. والراجل ده بيقول له اوبر يا فندم. فبيخبطوا خبطه من بتوع جي تي ايه وبيسرق العربيه. وبعدها بيرن على جين وبيقول لها دي المره الثانيه اللي حاولت تقتليني فيها على فكره. قالت له يا جون دي مجرد قنبله صغيره يعني مش هتعمل حاجه. قال لها طب انا رايح على البيت عشان احرق اي حاجه كنت جبتها لك واولع في الستار اللي مش عاجباني دي خالص. قالت له انا هسبقك هناك يا حبيبي، وبتقفل معاه. فبيرجع يتصل تاني ويقول لها قولي لي كده امتى اول مره اتقابلنا. فبتقول له قول لي انت. قال لها كان يوم اسود بس كانت حاجه جميله قوي. احنا اتقابلنا من بتاع 5 أو 6 سنين كده، مش فاكر اتقابلنا فين بالظبط، بس بالاماره ضحكتيلي. فبتقول له وانت ليه بتكلمني في ده دلوقتي؟ قال لها عشان هتوحشيني. وانت ايه رايك؟ قالت له اظن انك الحاجه الحلوه الوحيده اللي شفتها في حياتي. وبتقفل معاه وبتكون متضايقه ومتاثره من اللي اتقال واللي هيحصل. يا جين ما هو برضه جوزك وعشره عمر برضه. فالمهم بيوصلوا هما الاتنين في نفس الوقت، وجين بتلبس في عربيه جون من الجنب فبينعر، وهي بتدخل جري تسبقه وهو برضه بيدخل جري عشان يدخل البيت، بس بيلاقي الباب الرئيسي بتاع البيت مقفول. وفي الوقت ده جاره بيبقى معدي فبيمسي عليه وبيقول له كله تمام ولا ايه؟ فبيقول له كله تمام و10 كمان. وبيجري يدخل من شباك الاوضه اللي فوق وبيروح يفتح الخزنه اللي فيها لوحه دي وبياخد منها سلاح وبيحط له كاتم عشان الصوت، وبيبدا يدور على جين. وفي نفس الوقت برضه جين بتدور عليه، فبياخد الصوره دي وبيوجهها بالشكل ده عشان يعرف هي فين من خلال انعكاس الصوره. فبتلمحه وبتضرب عليه نار بتخرم الجدار وبتقول له انت لسه عايش يا حبيبي. فبيعمل نفسه بيتوجع كانه اتضرب عليه نار، ومره واحده بيطلع لها وبيضرب عليها نار من خلال الفتحات اللي هي عملتها في الحيطه دي، والاتنين بيتوه من بعض. فجون وهو ماشي بيتسحب بيدور عليها، دراعه بيجي في الفازه دي بتقع وبيحاول يمسكها، وفعلا بيمسكها بس الغطا بتاعها اللي بيقع وبيتكسر وبيعمل صوت. وجين بتكون واقفه ورا الجدار وبتسمعه فبتقعد تضرب في المليان. وهنا بقى بتبدا العركه بجد. جون بيحاول يهرب من الضرب وبيضرب نار عليها، وهي بتسيب الخرطوش من ايديها وبتمسك الآلة وبتقعد تضرب في المليان وبتخرم في الدنيا حواليها وبتكسر المطبخ بالكامل. وجون بيسحب السطور ده من درج المطبخ وبيحدفه عليها وبيقول لها ده صوبك وحش زي طبخك يا حبيبتي، وبيفتح الغاز في المطبخ. وجين بتكون بتحضر سلاحها وبتشد الاجزاء وبتدخل عشان تضرب في المليان، واول ما بتضرب المطبخ بينفجر بالكامل وبتقيد في النار وهي بتقع على الارض وسلاحها بيقع منها. ومره واحده بيطلع جون من النار متحول هايج وبيقعد يخبط فيها يمين وشمال، وهي برضه بتقعد تخبط فيه وبتكسر البتاعه دي عليه، ولكن بيصدها وبيلبسها في الحيطه يمين وشمال وبيرميها على الارض وبيقول لها تعالي يا حبيبتي تعالي لبابا. فمره واحده بتلبسه الحله دي في دماغه، بتلف عليه القماشه دي وبتديله واحده روسيه وواحد شلوط بيجيبه في النيش ده، وبتقول له تعالى انت الماما بقى. وبتطلع تجري بتسحب الخرطوش من على الارض، بس هو بيجري بيحصلها وبيتزحلق يخبطه رجله بيطيره من ايديها وبيمسك فيها فبتجيبه على الارض وبتديله بنيتين فبيجيبها الناحيه الثانيه، ولكن بتتصدى ليه فبيرفعه بيخبط فيها شمال ويمين في الحيطان وبيكسر بيها المرايه دي، فبتقفش الازازتين دول على دماغه وبتجيبه على الكنبه دي وبتقعد تخبط فيه، بس هو بيقوم لها وبيجيبها الناحيه الثانيه وبيقعد يخبط فيها برجله زي جي تي ايه كده برضه، بس بتخبطه واحده في بيرقد مكانه. وبيقوموا بعد الاتنين بس بيجروا الاتنين على الاسلحه، والاتنين بيوصلوا وبيرفعوا سلاحين على بعض. وهنا بتيجي لحظه صمت تام، هل حد فيهم هيعملها ولا لا؟ فبيفضلوا واقفين باصين لبعض، وجون بيقول لها ما اقدرش اعمل كده وبينزل السلاح. فبتقول له لا تعالى 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 واجهني. قال لها لو انت عايز اعمليها اضربي. وفي اللحظه دي انا بتدمع فبيستسلموا لبعض. في الوقت ده الباب بيخبط وبيكونوا الجيران وبيقولوا لهم هو كل حاجه تمام ولا ايه؟ سمعنا صوت دوشه كبيره. فبيقولوا لهم لا ما تقلقوش كل حاجه تمام قوي و100 فل و10 كمان، ويلا تصبحوا على خير. وفي الوقت ده برضو بيجي رساله لاسمه ايه ده بانه خلص على جين سميث عشان فتره الهدنه اللي هي 48 ساعه خلصوا قبل ما تخلص على جو. والصبح الزوجين بيكونوا بيفطروا بعد ما تصالحوا وبيقعدوا يحكوا لبعض عن شغلهم اللي كانوا مخبيينه عن بعض وعن الاصابات اللي تعرضوا لها طول فتره شغلهم. وفي الوقت ده الخرفان بتحضر عشان يخلصوا عليهم وهوب بيرموا قنبله غاز من الشباك بتعفر في المكان، وبيكونوا حوطوا البيت من جميع النواحي وبيضربوا نار في كل حته. وجين بيحاولوا يجروا ويتداروا في اي حته من الضرب وبينزلوا تحت في البدروم. وجون بيقول لجين دول منحوني 48 ساعه عشان اخلص عليكي، وهي بتقول له وانا نفسك برضه. وكل واحد فيهم بيشيل سلاح، ومره واحده بينزل الروبوت ده وبيرمي قنبله، وجون مره واحده بيشوطها زي الغبي بتيجي جنب تانك البنزين ده، والاتنين بيجروا ومره واحده البيت بيقوم بوم، والاتنين بيكونوا ناجوا من الانفجار وبيكون البيت خلاص ما عادش نافع. فبيروحوا يسرقوا عربيه جارهم، وجون بيلمس السلكين في بعض وبيطلع بالعربيه بيرزع الواد ده وبينزل ياخد منه سلاح وبيرزعه شلوط على الماشي، وبيرجع بيخلص عليه وهو راجع بالعربيه. وبيطلعوا على الطريق وهما ماشيين بيبداوا يعترفوا لبعض باعترافات زي هو يقول لها انا عمري ما حبيت طبخك يا حبيبتي، وهي تقول له انا عمري ما طبخت في حياتي اصلا وكله بطلبه من بره. ومره واحده الخرفان بتظهر من وراهم، فجين بتطلع تضرب عليهم نار من ورا، وجون عمال يروح يمين وشمال، فبتقول له اثبت يا حبيبي شويه مش عارفه انشن. فبيقول
لها دي اسمها سواقه تاخدك شمال ويمين، فبتقول له ارجع هسوق انا، وهو بيطلع من الباب ده وبيضرب عليهم، بس العربيات بتكون مضاده للرصاص وللاسف الرصاص بيخلص منه، فبيطلع بحته الحديده دي وبيطبل بيها على دماغ الجحش ده وبيجي يمسكه عشان يلطش له، فبيشد الفتيل بتاع القنبله ده بالغلط، فبيدخل بيقول لجين اجري بسرعه، فبتدوس بنزين بسرعه وبتهرب، فالعربيه بتنفجر والعربيتين التانيين بيحوطوهم وبيزنقوا عليهم، فجين بتدخل في البراميل دي وبتبعدهم عنها، وابن الخروف ده بيشب وبيفتح عليهم الباب وبيدخل، بس جون بيعدي من الباب التاني وبيرميه قدام العربيه وبيسلم بالسلامه يابا. وبص بقى كده مره واحده جين بتلف وبتضرب نار على العربيه الاولى بالطرف فرده الكاوتش اللي قدام وبتقلبها، وبتضرب نار على التانيه بتنفجر وبتجيب الاتنين عليها وطيها، وجون بيفضل باصص لها وهو منبهر من اللي عملته. بعدها بيروحوا لصاحب جون المكان ده وبيقول له ازيك يا ايدي، وللعلم ملحوظه هنا ده ايدي صاحب جون اللي اتبعت له الرساله بانه يخلص الاول على جين ب 400,000، فرفض عشان استقل بالمبلغ، فوصلته رسالة تانية بانه يخلص على جون بنفس المبلغ برضه، يعني خلص على الاتنين وخد 800,000 دولار. ده مين؟ ده ايدي صاحب جون اللي كان لجأ له لما شد مع جين، واللي كان جون بيكلمه في اول الفيلم على جين لما كان بيخطط انه يتجوزها. ده مين؟ ده ايدي صاحب جون. فالمهم اول لما بيشوف جون بيرتبك ويقول له ايه ده؟ جون كويس والله يا جدع انك لسه بخير، قول لي بقى انك جبتها من اصلها وقتلت مرات الاسد الكدابه دي. فجين بتبقى واقفه في جنبه وبتقول له مرات الاسد الكدابه، فبيقول لها ايه ده جين عاش من شافك والله. فجون بيقول له ركز معايا دلوقتي معانا مشكله، فبيقول له خليت الوكاله كلها بقت وراك ومش سايباك في حالك، ووكاله جين برضه. فبيقول له هو انت كنت فين صحيح؟ فبيقول له والله انا كنت في الجنينه ومن الحق عليك ليه قرشين كده. فجين بتبص له باستغراب وبتحس بان في حاجه غلط، فبيقول لها ايه ما تبصليش كده عشان احنا مش هنفهم بعض، وبعدين ما تتدخليش في كلام الرجاله. فجون بيقول له بص ركز معايا يالا، دلوقتي انا مش مرضي، دول فجروا بيتي وضربوا نار على مراتي، دي شركتي اللي عملت كده. وخد بالك يا صاحبي بيكون ابن الخروف ده شغال مع جون في نفس الشركه بتاعته، فاكر لما قلت لك من شويه انه كان بيتبرد على جون وجون كروته وقال له اطلع من دماغي؟ فالمهم ايدي بيقول له يا عم ما قتلتهاش لو ريحت دماغك، ما كانش كل ده يحصل لو عملت كده، يعني مش حاولت تقتلك بالعربيه برضه. فجين بتكون لسه هتتكلم راح قايل لها بقول لك ايه ما تتدخليش في كلام الرجاله، قلت لك بص دلوقتي يا جون لازم تنفصلوا عن بعض، لان لو فضلتوا على كده هتموتوا، الا بقى لو عرفت تنفذ اللي هقوله لك ده، وده اللي الشركه عايزاه. وبيكونوا عايزين بنجامين دانز اللي كانوا بيحاولوا يصطادوه على الحدود، بس طبعا الاثنين كانوا بيكونوا خربوا على بعض. فالمهم اللي شغاله مع جين بتوصل لعنوانه وبتبلغ جين بمكانه، واللي بيكون محبوس في سجن مشدد الحراسه تحت الارض. وبنشوف بنجامين بيكون قاعد في السجن والظباط او الحراس دول قاعدين اشراف عليه، فبيقول يا رجاله ممكن حد يجي بس يغير القناه؟ يا باشا ممكن بعد اذنك تقوم تحركها شويه وتغير القناه؟ فبيقوموا بيشغلوا سراب. وفي الوقت ده جين وجون بيكونوا وصلوا المكان، وجين بتكون قطعت الكهرباء عن المكان، وجون هو اللي بيكون هيتسلل من خلال الانفاق دي، وجين بتكون قاعده تراقبه وتوجهه يروح فين ويجي منين. فبتقول له ادخل شمال، فما بيسمع لهاش، بتقول له ادخل شمال، فبيقول لها جرى ايه يا حبيبتي ما تكونيش غشيمه كده كلميني بالراحه. فبتقول له ادخل شمال يا حبيبي بعد اذنك. بيقول لها اروح شمال فين بس؟ مفيش شمال زي ما انت شايفه اهو، اللي عندي لا اما اروح قدام او ارجع لورا تاني. قالت له خلاص اثبت مكانك ما تتحركش وانا هشوف الموضوع ده، خليك بس زي ما انت ما تتحركش. فما بيسمع لهاش وبيرجع لورا، وهي بتقول انا قربت اهو خليك زي ما انت. فبتلاحظ انه بيرجع لورا، فبتقول له جون انت بتعمل ايه؟ انت بتهزر ولا ايه؟ فيقول لها افصلوا النور لما اديك اشاره، وبيقول لها اطفي النور يلا يا جين اطفي النور، فما بتسمعلوش، ولما بيتكشف بتقوم فاصله النور. بيقول لها لا ارجع شغلي تاني، بس جرس الانذار بيضرب وجين بتفقد الاتصال، وجون بيفضل ينعر ويقول لها شغلي تاني شغلي تاني. فبتقول له بحاول اهو الكتم مخلص بس. فجون بيقوم مفجر الباب وبيدخل عليهم رافع سلاحه وبيخلص على اللي موجودين، وبيجيب بنجامين معاه وبيحطه في العربيه وبيرزعه بنيه عشان يسكت، فبيتكتم فيها. وجين بتقول له انت ليه ما سمعتش كلامي والتزمت بالخطه؟ فقال لها تاني مره ما تعنديش معايا. وبيفضلوا يتخانقوا في العربيه طول الطريق، وبنجامين بيقول لهم انتوا مين يا جدعان؟ بتقول له اخرس. وبعدها بيقعدوا يستجوبوه في المكان ده. جون بيقول له قول لي بقى اللي تعرفه، ليه رؤسائنا عايزين يخلصوا عليك؟ فما بيرضاش يرد عليه وبيقول له مش عارف، وما بيرضاش يتكلم خالص عن حاجه ومش عارفين يطلعوا منه باي حاجه مفيده. فجون بيقول له بص انا هديك خيارين واختار واحد منهم، الخيار الاول ان انت تتكلم واحنا نسمع عادي ومش هيحصل لك حاجه، والخيار التاني لو ما اتكلمتش هقطع لك صابع ايدك بالكماشه وما تخافش مش هيوجعوك، وفي بقى خيار تالت مش هجود في الكلام بس باختصار يعني انت هتموت. وقال له يلا اخلص احنا ما نعرفش الصبر على فكره. فقال له خلاص هتكلم، هو ممكن تجيبوا لي عصير او اي حاجه ساقعه؟ فبتقوم جينا اسعاب التليفون ده على دماغه، فبيقول خلاص اختار الخيار الاول. بيقول له ها هتتكلم؟ قال له يا عم انا مربوط شوف اللي في جيبي فيه ورقه. فجين بتاخد الورقه وبتفتحها وبيقول لهم على الحقيقه، وقال لهم مش انا الهدف على فكره، كنتوا انتوا الاتنين، الشركتين اكتشفوا انكم متجوزين عشان كده تعاونوا مع بعض وبعتكم متعمدين على نفس المهمه اللي هي كانت انا. اصل برضه ما ينفعش يكون اتنين متنافسين عايشين تحت سقف واحد، كده غلط على الشركتين،
وكانوا عايزينكم تخلصوا على بعض. فجين قالت له يعني انت كنت الطعن؟ قال لها حاجه زي كده. واللي ما فهمش من اللي اتقال ده اشرح لك فكره الشركتين بكل بساطه. بص بقى، الشركتين عرفوا انهم متجوزين من الاول، وطبعا ما ينفعش متنافسين يكونوا متعايشين مع بعض لان ده طبعا مضر للشركتين. فالشركتين اتفقوا عليهم وتعاونوا مع بعض على امل انهم يخلصوا على بعض او حد فيهم يخلص على التاني. ولما شفنا بنجامين استلم مهمه من الرئيس بتاعه كانت هي مهمه جين وجون، واللي هي طبعا بتخطيط الشركتين ان بنجامين هيتم نقله على اساس انه مجرم خطير من على طريق الحدود من سجن لسجن تاني مشدد الحراسه. وطبعا جين وجون الشركتين سلموهم نفس المهمه على امل ان حد فيهم يخلص على التاني او الاتنين يخلصوا على بعض. ولما ما ظبطش معاهم كده ادوهم 48 ساعه، ولما برضه ما ظبطش معاهم كده لحقوهم بنفسهم وطردوهم بنفسهم. ولما هربوا منهم بعتوهم لبنجامين عن طريق ايدي صاحب جون، واللي هيوصلوا لهم من خلال بنجامين المره دي. فتابع معايا ويلا نكمل الاحداث. فجون بيقوم يقفش فيه عشان يلطش له، فبيقول له الحزام الحزام يا عم شوف الحزام. فبيسحب الحزام وبيكتشف ان في جهاز تتبع وبيقول دقيقتين، وجين بتقول دقيقه واحده. واب بيطبوا عليهم مره واحده وبيكبسوا على الاوضه، ما بيلاقوش حد غير بنجامين في الاوضه، وجين وجون بيكونوا هربوا من خلال الصرف الصحي، والمنطقه كلها بتبقى متراقبه وبيدوروا عليهم في كل حته. وهما بيكونوا بيكسروا الباب ده وبيدخلوا جوه وبيستعدوا لاي اعتداء، وبيجهزوا نفسهم بمضادات الرصاص واسلحه، وبيلبسوا فوقهم بدلتين وبيخرجوا وبيكونوا مستعدين. وفي الوقت ده القوات بتكشف ان الباب ده مكسور وبيعرفوا انهم جوه فبيدخلوا. وجون بيمسكوا اول جندي بيرقدوه على الارض، وجون بيروح من ورا جنديين بيخبطهم بالمفتاح الانجليزي ده، وبيكون حذر انه ما يعملش صوت. وبياخدوا الاسلحه اللي مع الجنود بيامنوا بيها نفسهم، وجون بتقعد تحدف سكاكين على الجنود بتخلص عليهم، وبتشق سكينه في رجل جون بالغلط، فبتقول له اسفه قال لها نتكلم في ده بعدين، وبيسحبها من رجله. ومره واحده جون بيوقع الحاجات دي بالغلط فبتعمل صوت، ومره واحده الضرب بيشتغل من كل حته. فبيقدروا يهربوا منهم وبيركبوا الاسانسير ده وبيطلعوا منه على فوق، وبمجرد ما يطلعوا الضرب بيشتغل من كل حته. فبيرجعوا تاني للاسانسير وبيطلعوا وبتقول له انا هسيطر. قال لها يلا وانا هكون الطعم. فبيروح هو على القوات وبيبدا يخلص عليهم واحد ورا التاني، وجين بتطلع فوق كده وبتمسك سنايبر وبتبدا تقمص فيهم واحد ورا التاني. فبيستهدفوا جين وبيضربوا عليها وبيوقعوها، وجين بيلاحظ كده وبيجري عليها، وبتكون جين اتصابت ومش قادره تتحرك، فبيروح يسندها وبيطلعوا على القوات يضربوا عليهم نار، وبيكونوا اتضربوا كتير وجسمهم اتخرم، بس التاثير بيكون يعني مش اللي هو عشان بيكونوا لابسين واقي الرصاص، وبيكونوا خدوا نفسهم شويه، ومره واحده بيطلعوا بيقولوا خلاص احنا هنخلص. فبيطلعوا ضرب نار بقى في كل حته وتفادلوا الرصاص، وبيعملوا شغل عالي قوي مع بعض. ضرب نار بقى هنا وهناك وشمال ويمين وفوق وتحت وشرق وغرب وشمال وجنوب، لحد ما خلاص بيخلصوا على القوات كلها. وبيقولوا للشخص اللي بيعمل معاهم الانترفيو ده ان حياتهم اتحسنت وبقت 10/10 وموت فل و10 وموت فل و14 وموت فل و15، وانهم رجعوا البيت تاني، ولو حصل اي اعتداء تاني هيكونوا جاهزين ليه سوا. وبيخلص الفيلم على كده. وبس كده انا خلصت. اتمنى يكون تلخيص الفيلم عجبك لان دي اول مره الخص فيها واول فيلم الخصه. وبس اشوفكم الفيديو الجاي وسلامات.